بيبدأ الفيلم على مستعمرة النمل. شوية غلابة شغالين بنظام السخرة ليل نهار بيجمعوا الحبوب علشان يحطوها على صخرة القربان، وده علشان في عصابة الجراد بقيادة واحد اسمه هبار البلطجي اللي صوته يخوف. بيجوا كل سنة يلموا الإتاوة ويمشوا. بنروح لفيليك وده نملة عبقرية بس منحوسة. فليك اخترع مكنة لحصاد الحبوب. فليك وهو بيحط الحبوب اللي جمعها على الصخرة، مكنة الحصاد خبطت الصخرة ودي كانت الكارثة. الأكل كله وقع في مجرى النهر. فليك جري علشان يبلغ الأميرة باللي حصل، وفي نفس الوقت الجراد وصل وما لقاش الأكل على الصخرة. راح هبار وعصابته نزلوا للنمل في العش بتاعه، وهبار وعصابته قرروا يضاعفوا إتاوة الأكل، وده بسبب إن في نملة اتجرأت وردت على زعيم عصابة الجراد. فقرر هبار إنه يعاقب النمل واداهم مهلة لحد آخر الصيف لما آخر ورقة شجرة تقع، وإنه لو جه الميعاد وما لقاش الإتاوة هيمحي مستعمرة النمل. واتعملت محاكمة بقيادة الأمير عطا علشان يحاكموا فليك، واتحكم عليه بشهر أشغال شقة في النفق. فليك جات له فكرة مجنونة وحاول يقنع الأميرة بيها، وهو إنه يسافر المدينة ويجيب حشرات محاربة تقف في وش الجراد وتحارب الجراد بدل النمل. فليك راح المدينة ودخل خمارة للحشرات اللي هي عبارة عن علبة صفيح مرمية على الأرض، وهناك شاف خناقة بين مجموعة من الحشرات بيتخانقوا مع دبان. فليك افتكر انهم محاربين بجد، وهم افتكروا ان فليك متعهد حفلات وعايزهم يمثلوا في المستعمرة. فليك ركب على ظهر حشرة وطاروا وراحوا على المستعمرة. لما وصلوا النمل استقبلهم بالطبول والزغاريد على امل ان دول محاربين وهيخلصوهم من عصابة الجراد. الحشرات بتوع السيرك اكتشفوا ان في حرب مع الجراد وموتوا بحر دم، فقرروا يخلعوا. بس فليك قعد يتحايل عليهم، وفي وسط الكلام ظهرت عصفورة حقيقية كانت هتاكلهم. المحاربين المزيفين انقذوا النملة الصغيرة دوت اخت الاميرة عطا، فالنمل صدق انهم ابطال خارقين. فليك جات له فكرة جهنمية وقال لهم يا جماعة الجراد بيخاف من العصافير، احنا هنبني عصفورة ضخمة من الورق والشجر ونخبيها فوق الشجرة، واول ما الجراد يجي نطيرها عليهم فيترعبوا ويمشوا. المستعمرة كلها اشتغلت بروح واحدة وبنوا العصفورة، وفي وسط الفرحة وصل برغوت اللي هو صاحب السيرك اللي كانت شغالين فيه الحشرات. البرغوت فضح الدنيا. النمل اتصدم واكتشف ان المحاربين طلعوا مهرجين وان فليك كذب عليهم. الاميرة عطا طردت فليك والحشرات وقالت للنمل اجمعوا اللي تقدروا عليه قبل هبار وعصابته ما يجوا ويكتشفوا اننا ما جمعناش حاجة وينتقموا مننا. الجراد وصل ولقى النمل ما جمعش الاكل المطلوب. هبار بدأ يهين الملكة والاميرة، ودوت الصغيرة طارت وراحت جابت فليك والحشرات من على الطريق وقالت لهم المستعمرة بتضيع وهبار هيموت الملكة. فليك رجع ونفذ خطة العصفورة الورق. الجراد اترعب فعلا في الاول وكانوا هيخلعوا، بس مدير السيرك اللي هو البرغوت ولع نار وافتكر ان دي نمرة، فالعصفورة الورق اتحرقت وبان الخشب والسلك وخطة العصفورة فشلت. هبار مسك فليك ونزل فيه ضرب قدام النمل علشان يكون عبرة، وقال له انتوا مجرد نمل، انتوا ولا حاجة. هنا فليك دمه سخن وقال له انت غلطان يا هبار، النمل مش خدامين عند الجراد، انتوا اللي محتاجين لينا، احنا اللي بنجيب الاكل. وقال له احنا عددنا اكتر منكم 100 مرة. النمل كله سمع الكلمة واتحركوا زي الموج وهجموا على الجراد بكل قوتهم. الجراد هرب وهبار فضل لوحده بيطارد فليك تحت المطر علشان ينتقم منه من اللي عمله. فليك استدرج هبار بعش العصفورة الحقيقية اللي كانت موجودة من أول الفيلم. هبار شافها وقعد يضحك وافتكرها عصفورة ورق وفضل يتريق عليها لحد ما العصفورة فتحت بقها وأخدته بمنقارها ورميته في العش بتاعها لولادها الصغيرين. الفيلم خلص بفرحة كبيرة والحشرات رجعوا السيرك بس كأبطال، وفليك بقى المستشار الفني للمستعمرة واختراعاته بقت شغالة. الأميرة عطا بقت الملكة ولبست التاج لفليك في إشارة لقصة حب حشرية، وبكده يكون انتهى الفيلم. يا ريت الفيلم لو عجبكم ما تبخلوش علينا بلايك. سلام.